اسمي وليد الربيعي، جيت من العراق، يلقبوني ويدا برنس. بغني راب من أنا عمري 11 سنة. كانت بداية جدا بسيطة، يعني عن بضع كلمات بتتكون بتصبح جمل، لكن الناس اللي حواليني، أهلي، والدتي الله يحفظها، شجعتني على هذا الشيء وشافت إنه شيء جميل حيكون. الوضع الأمني لما ندور في العراق أخرج كثير من المشاعر يعني في الإنسان، خاصة الإنسان العراقي. كتبت ما يقارب لحد الآن 3 أغاني عن الوضع اللي حصل. الله يرحمه كان إنسان جدا رائع يعني، وشجعني على أشياء كثيرة طبعا، وكنت أتمنى أن يكون وياي لهذا اليوم يعني، بس أكيد روحه بتكون في المكان مثل ما هو. في أي مكان غنيت قبل وما كان في حكام يعني، هذه أول مرة حياتي يعني أوقف قدام شخص يعطيني يعني رأيه بصراحة. عندي رسالة أحب أوصلها للعالم أجمع، إني مسلم إني عربي. شفت برنامج Arabs Got Talent هو أكثر البرامج شهرة والطريقة الأفضل لإني أوصل رسالتي للعالم أجمع، فلذلك قلت خليني أشارك فيه وإن شاء الله أتوفق فيه يعني، وأرفع اسم بلدي العراق وعلى ما أعلى. تعرفنا على نفسك ومن وين؟ وليد الربيعي من العراق. شو حابب تسمعنا اليوم يا وليد؟ فقرة راب، مقطع من أغنية بعنوان قصة بلد. أنت مقيم في العراق الآن؟ مقيم في العراق وجاي من العراق. أهلا أهلا وسهلا فيك. خلينا نسمع لو سمحت. يو في فترة من الفترات في وقت الطائفية حسيت ان بلدي كمربع الشطرنج، القطع متبعثرة. كنت اتمنى انهم يقولوا كش ملك، لكن تعذبنا، تبهدلنا، تهجرنا، تأذينا، مع ذلك بقينا ثابتين ما في حل بدينا، رضينا وقضينا وبحظنا اكتفينا، كثر غلبة الشجاعة انطبق علينا. للأسف اللي بيصير لنا في هالزمان نحن أهل المكان وبيطردنا الجيران. الله يرحم أيام لما كان في احترام، ما بنحقق الأحلام بس على الأقل كان في أمان. والآن نتكلم عن الواقع في هالزمن العجيب، سكان الأرض يسألون فهل هنالك من مجيب؟ خلونا نتكلم على العلم وانا لابس هذا العلم، يمكن يخرج الموضوع اطار الورقه والقلم. انا ما حتكلم عن الالم المكتوب على الاوراق، انا حتكلم عن الالم اللي اتكلم عن العراق. يا شعوب امتى تصمون وتاخذون القرار، صاروا من الم من شده الم امسك سلاحه وبدي يقاوم ضد الظلم، ضد العنف، ضد الدمار. هكذا اصبح الوطن تخريب ما في اعمار. كنا نصحى لصوت بلابل واليوم نصحى على انفجار. ايش صار لنا يا بشر؟ قولوا ليش اللي صار؟ الشرطي والحرامي لابسين زي واحد، كل من يتكلم الحق طريقه يروح ما هو عائد. ايش ذنب هذا الشعب محكوم عليه بالاعدام؟ شفنا انواع التعذيب، شفنا انواع الاجرام. انت ابن هذا الوطن وتحس نفسك غريب، الجثث بالالاف صار شيء ما هو عجيب. ولو حاولت تهرب منه يقول لك بلدك ما في مثله، وتحاول تبقى فيه دمك للفرات ودجله. هولاك حول لون النهر الازرق بالاحبار، واليوم هم بيحولون لاحمر بالدم. نقول تهن وتهن لكن يتجدد الاعصار، بلد الحضارات بيزيد هم بعدها. انت شو بتعمل بالحياة؟ أنا شغال في شركة حاسبات قسم برمجيات، وفي نفس الوقت بدرس، ووالدتي الله يحفظها بتطمح أن تخليني أكون طبيب في المستقبل. كل هول؟ كلهم. غنيت على مسارح غير هون؟ أي أكيد، بغني في العراق في مهرجانات، مؤتمرات، ندوات شبابية، حفلات تخرج يعني الجامعات. أنت محترف؟ لازم الإنسان يكون محترف بكل شيء. ما في شك انه انت من اللي شفناهم حتى الان اكثر واحد متمكن، اكثر واحد واثق من نفسك، اكثر واحد واثق من ادائك، لانك يمكن عندك نوع من الاحتراف. ولكن عندي نصيحه، بدك تعمل جهد بادائك وبغناك انه تفهم الناس. السرعه اللي ماشي فيها وصف الكلام والشعر ورا بعضه بيمنعك من انه ايصال رسالتك اللي انت هيدا هو الشغله النبيله اللي عم تجرب تعملها. رأيك على راسي من فوق. الله يخليك. قرارك علي.
عندي إحساس إنه أنت ممكن إذا وصلت على المرحلة الثانية من البرنامج تقدم لنا عمل مختلف يحترم على الأقل بعض المبادئ اللي قلت لك إياها. إذا أنت قادر تعمل هالشيء هيدا أنا بقول لك نعم. نجوى. مهما ما حيكون رأيكم على راسي من فوق. تسلم. لهالدرجة نجوى. بعتذر ما اقنعتني. لا يا وليد يا ابو يا وليد. علي نعم، نجوى لا. أنا نعم. شكرا جزيلا. ثانك يو فيري ماتش. وانا شفت انك انت خسيت. صح صرت ابيض. والله العظيم. انا صراحه مبسوط جدا. ربنا يخليك. فخوره بيك جدا.